عندي ما نقول لك امراه بنتها انتحرت انتحروا يجي 17. لا مش صحيح. احنا ما جبنا المراه وبنتها انتحرت الا ما انتحروا 50 قبل. احنا ماناش اغبياء للدرجه هذه وسامحوني في الكلمه. لا احنا صناع عمل صحفي، نعرفوا واش نعملوا، نعرفوا نخدموا، نعرفوا شنو هو اللي نعملوا. باهي يا سيدي تجاوزنا، واليوم ولات الناس الكل تحكي على حالات الانتحار ومائدات مستديره في الراديو، في الاذاعه، في التلفزيون، في الجرايد. لا حبيت نوريكم شوف معناتها الكلمات الفارغه والدو نامبورتو كوا في بعض الاحيان في النقد الموجه لوسائل الاعلام. المره اللي فاتت جاتنا البنيه احلام، هيك البنيه الشهلوله اللي قالت لي اعطيني نمروك. البعض شوف بعض النفوس المريضه مشي في بالهم المراه معناتها المراه معرسه ورجلها جاي يرجع فيها، هي المرأة طيبة والبنية شهلولة وهكا زولية في مخها وبحبوحة كي قالت لي اعطيني نمروك. ماهيش بلغتنا العامية تسيب في البلاد علي أنا، لا مش هذا الموضوع. وحتى كي قلت لها أنا راهو هكا وهكا وهكا في الآخر قالت لي لا حاجتي بنمروك خاطر عندها مشكلة في العائلة. هي اسلوبها نتاع التفدليك هو اللي خلاها هكاك. هيك علاش حبيتوها انتوما، وهيك علاش انتوما معناتها عزيتوها البنيه وكذا وكذا، لانها بنيه طيبه وبنيه في مقام اختي. معناتها مش هذا الموضوع، بنيه بسيطه في تفكيرها كيما برشا بنات التوانسه على محليهم وعلى طبيعتهم، وهي هكاك بنيه شهلوله في الدار ما عندها حد كيما في التلفزه كيما في الدار. البنيه هذيك سيفري صارت لها مشكله، رجلها ضربها من هنا لهنا، وهاي التصوير ضربها مش خاطر وقت تعديت ليميسيون هذيك مسجله عندها شر التالي. ضربها بعد 3 ايام من اللي صورت، مش على خاطر جات للبرنامج، لا على خاطر حب يفك لها صغارها وهي شاكيه بيه قضيه في النفقه. ضربها حللها وجهها، مشى لها ليله قبل المحكمه قبل الجلسه اللي باش تحكم فيها ويعمل قال لها تسقط لي في النفقه، ما كانش نعمل لك ونعمل لك، ما سقطتلوش في النقطه مش شلطها. موضوع لا علاقه له بعندي ما نقول لك، خاطر البنيه هاي موجوده لهنا. عليكم نستقبلوا مع بعضنا مدام احلام. اهلا بيك حلوم. اهلا بيك حلوم. صح وينك الله يجي. اهلا بيك احلام. يا حلوم. مرحبا بيك احلام. اجا هكا شويه، اجا هكا شويه. مرحبا بك يا احلام. انت شنو هي الحكايه؟ اش فم صار؟ احكي لي بالباء والتاء. وقتاش تضربت في وجهك؟ نهار 23 مارس. نهار 23. وليميسيون وقتاش تعدات الجمعه اللي فاتت نهار 2 افريل. دونك راجلك ضربك مش وقت اللي تعدات ليميسيون، ضربك نهار 23 مارس. نهار 23 مارس. اي وليميسيون اللي تعديت فيها وانت لاباس عليك هي نهار الخميس اللي فات هكا ولا؟ احكي لي شنو هو اللي صار بالضبط باش نعرف. أنا مشيت نطلع في بطاقة تعريف نهار 23. نهار 23 مارس. اي مشيت تطلع في بطاقة تعريفك. اي باهي كلمته قلت له خلينا نطلعوا على امك، سمعت بها مريضة حماتي. قلت له خلينا نطلعوا على امك، قال لي امشي معايا الدار بنت اختي هذه امي غادي. قلت له باهي نمشي نطلع عليها وروح له. باهي مشيت صحيح معاه بنت اخته، عاد كلم امه شنو. قلت له سي على سلاحه معناتها انت خرجوا الطفله ما تعيش مع بعضنا. قال لي امشي طيحي لي النفقه. قلت له انا ما تصرفش على بنتك، انا ما نجمش نصيحك. محكوم عليه بالحبس هو؟ محكوم عليه بنفقه. تحكمت عليه نفقه 200. انا وبنتي. معناتها ما حبش يصب لنا وكل. قلت له عليه سلاحته ونحن الطفله هذيك تعيش معناتها في امور معناتها مش باين مع بعض. خرجوا الطفله ونكون نعيش مع بعضنا وكل. بعد قال لي طيحي لي نفقه اقعد بيت لهنا. قلت له مش نبات لهنا والطفل في سوسه. صارت كارثه معناتها ضربني في السكينه في وجهي. وين ضربك؟ في الدار ولا لا؟ في دار بنت اخته. في دار بنت اخته؟ مريم اسمها. ضربك بسكينه علاش؟ على وجهي على النفقه. على النفقه؟ ما حبش يصرف. هذا قبل ما يتعدى البرنامج هذا نهار 23. اي شكيت بيه؟ شكيت بيه وقفوه في الحبس وتوا؟ في الحبس. ما ضربكش على وجهك خاطر انت فدلكت لهنا؟ لا قل لي يا بنتي اسمعني كان ضربك على وجهك على خاطر انت فدلكت معايا ولا كذا؟ قل لي. لا ضربك لهنا على خاطر نفقه. خاطر نفقه انت ما حبيتش تسقط له على النفقه. هذا هو الموضوع معناتها. ومشيت للطبيب قداش من غرزه عملوا؟ 57 غرزه. 57. وقالوا لك تتصلح هذا ولا ما يتصلحش؟ لا بالكل. شوف اسمع يا حلال، هذه يحضر لي اختي،
هذايا هذا قضاء وقدر. هذا راجل ما ينجمش يتحاور، هذايا راجل غير قادر على انجاز حوار اصلا، ما ينجمش يحاور دونك يضرب. واللي مارسوا عليك هو العنف زوجي، معناتها عنف فظيع ضد امرأة. هي انت ما ظلمتوش، انت طالبت بحقك انه يدفع نفقة صغاره. وما يعملش ظلم على بنته. انا والله صدقني نهار السبت مشيت نخدم في دروس في السجن ما كوكوش والله. بابا مطلقين السيارة. وين عايشة انت؟ انا عايشة عند ماما. يا رسول الله. ما غصي انا مظلومة غدا. لا مش مظلومة، انت مظلومة وسكت، انت ضحية، انت ضحية زوج عنيف مارس عليك عنف، معناتها يحلك 57 غرزة على خاطرك. علاش؟ خاطر طالبت بقوت بنتك، قوت صغيرك. هذايا السيد ما يصرفش عليك وما يعيشش فيك. شكيت بيه في قضية نفقة لأنه القانون يضمن لك أنك تشكي بيه، وإذا كان ما يدفعش النفقة يشد الحبس. يا أخي رصات له ما دفعش نفقة في الحبس وحلك وجهك في الحبس. ربك تعاون انا نعاونك، لا نعاونك. وهذه انا والله ناخذ بعض العباد. انا نعاونك، هاو فاش نجم نعاونك. نعاونك في انه بعد ما يبرى الجرح نتاعك على حسابنا عمليه تجميليه، ما فما حتى مشكله. مش على خاطرك جيت بحذانا في عندي ما نقول لك لا، لانه راجلك شلطك على خاطر شكي بيه في قضيه نفق. ما يصيرش، ما فما حتى مشكله. يبرى الجرح نزوك للطبيب، تعمل عمليه تجميليه. ما نخبيش عليك، العلامات في الجلد علامات ما تتنحاش بسهوله اذا كان ما تتنحاش، لكن يقع تخفيفها. وكيفاش يقولوها، معناتها حده السيكاتريس معناتها كمان ما تتنحاش كومبليتمون، مي تتلطف. وانتم من ساعه تبارك الله بطرف مكياج انتهى الموضوع. انت ما فما حتى مشكله. كان جاي ولد مصيبه، فهمت؟ اما مش مشكل. ما يصيرش راهو تبكي وتضحك باهي، لانه الحياه فيها الحلو وفيها المر. اثنين، هاي الناس تتفرج فيك. البنيه هذه زواليه، بالحق زواليه. انا نعرف الموضوع والله اتصور انا ساعه وشوف بنتك ايش بشوي. عارف ماني عارف بشوي. البنيه هذه زواليه بأتم معنى الكلمه، وهذه اختنا تستحق معاون. اللي يحب يعاونها تو نعطيوه نمرو تليفونها، ما يسالش معه يكلمك ويعاونك مباشره في اللي تنجم. هي من مصيبه لمصيبه، على الاقل واحد مورالها يطلع شويه، تتحسن نفسيتك شويه. باهي امك ما جاتش معاك؟ ها باهي يا احلام، ربي يوفقك لله. تعالى كل تحيه كبيره لمدام احلام. شكرا لك يا احلام، شكرا لك. بالتوفيق لله، بالتوفيق. نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. بعد الفاصل باش نتعرفوا على حكاية مدام جميلة اللي توفى ولدها حسن في ظروف غامضة بالسجن. نهار انا في الدار وجاني العمدة، قال الميتور وشب فيا، حط يده على كتافي قال لي من جميلة راني جايب لك اخبار. قلت له ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. شنو هو الاخبار؟ قال لي عندك ولد اسمه حسن مربوط. قلت له ايه؟ قال لي راهو مات. كيفاش مات؟ الله يرحمه وينعم. كيفاش مات يا هذا خبر وتجيبه لي؟ كيفاش ولدي مات خليناه لاباس عليه؟ قال لي راهم جتني برك